بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في يوم القيامة رجعنا لكم بفيديو جديد وبروتين جديد عند الطيور. طبعا هتقولي انت غايب بقالك فترة ليه؟ اقول لكم يا جماعة ان انا دلوقتي مجهز دورة السمان. طبعا انا كنت جايب كمية بس طبعا يلا عوض علينا ربنا في اللي فات. فطبعا كلهم في مات منهم كتير، فضل اتبقوا 18 واحدة يا جماعة. تمام، بسم الله ما شاء الله، حاجات كده اوزان كده جميلة. طبعا هنور لكم النور وهرجع تاني واوريكم يعني حجمهم قد ايه بالظبط. طبعا انا كده نورت بس النور كده. طبعا هي فيهم واحده كبيره قوي. تمام، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني حجمها حلو يا جماعه ما شاء الله. طبعا التقليه دول ذكوره واناث. اقول لكم يا جماعه هم كلهم نوتي، كلهم نوتي. اقول لكم يا جماعه يعني انا هوريكم كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين يعني اوزان حلوه ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. كلهم نوتي يا جماعه، مفيهمش الكوره خالص. طبعا هنطلع بقى كده على السطح واوريكم اللي على السطح. طبعا انا سويهم في التقفيصه دي واقول لكم كل حاجه فوق. طبعا دي يا جماعه طبعا السلاكه انا ما عملتش لسه فيها حاجه. تمام اهي، دي كانت يا جماعه، دي فراخ جميزه من اللي كانت عندنا وبعناها. طبعا دي من عند اخويا وحبيب قلبي حمود. طبعا الفراخ دي قال انا هبيعها. هما 3 ديوك يا جماعه. تمام، فاحتمال نخلي الديك الكبير ده ونبيع الاتنين اللي هو من وراه ان شاء الله. تمام، وهنجيب له نوتش ان شاء الله يقفوا معاه. دي الجميزه يا جماعه، ديوك جميزه عشان بس الناس تبقى عارفه دي ديوك جميزه. طبعا بقى نخش كده عند الرومي ما شاء الله. طبعا يا جماعه انا سمعت ان الفراخ لما تقدم ما شاء الله بيبقى بتشوف ملايكه وكده، بس الله اعلم الكلام ده حقيقي ولا لا. طبعا العشه مبهدله جدا 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 جدا، ولكن زريبه يا جماعه. هي دي العشه اللي انا منضفها يا جماعه. طبعا الروميه دي ندالها سقط عشان بتجدد. تمام، فطبعا هنا هنشيل كله هنا. واحتمال هنلغي العشه دي يا جماعه. تمام، طبعا ما قداموش ميه، هم عايزين يتنقلوا بميه بس انا مش هعمل لهم ميه دلوقتي الا لما اجي من المستشفى يا جماعه. تمام، طبعا اول مره بقى يطلع الصبح بدري. طبعا انا طالع بدري كده. شوفوا يا جماعه الطبيعه وجمال الطبيعه. طبعا في ناس كده مالناش دعوه بيها، عالم فاضيه. طبعا كان في الروم الامريكي يا جماعه اللي انا كنت عارضه للبيع عندي على الصفحه، ده بتاع واحد صاحبي. فطبعا هو كان عنده فكنت عارضه للبيع. تمام، فهو واحد اشتراه الحمد لله، يعني ربنا يا رب يبارك له. طبعا ده الاحواض بتاع الازوله، المفروض ان هي بتاع الازوله بس ما بقتش احواض ازوله، احواض بواقي ازوله. طبعا انا لسه اول مره يا جماعه اربي البتاع دي، فطبعا ازرع، فطبعا ما اعرفش عنها حاجه قوي. ف عادي هما كانوا مبعوتين لي يا جماعه من واحد، فطبعا انا ما اعرفش هو ايه اللي حصل اصلا. طبعا هي الاحواض مش الا الحوض اللي محتفظ شويه بنفسه. دي قلبت، دي اللي لسه مخضره زي ما هي يا جماعه، دي اللي لسه مخضره زي ما هي. طبعا عندي كده حوضان ب3 احواض باظوا وحوض هو اللي لسه سليم زي ما هو. طبعا السلاخه دي انا مش عارف هي هتستحمل معايا ولا لا يا جماعه. هتستحمل يا جماعه. بصوا يا جماعه، دي 3 عيون. تمام، هرسم اول عين وعامل له رجلين هوقفه هنا في الوش. تمام، عين هوقفها هنا. تمام، هثبتها في الجنب ده. تمام، يا اما هنا جوه هشيل الكراكيب دي واطلعها بره واروح سند عن هنا. طبعا السلاخه المطاوله دي كلها هتتفك عشان هكمل بقى اللي بره.
طبعا هركن الكراكيب دي واروح حاطط هنا سلاكة. تمام، دي اللي هتفضل هنا. تمام، وهنا هخليها للسمان. تمام، هحط بتاعة السمان هنا واسيب الرومي زي ما هو. تمام، والتالتة يعني واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة في الأوضة دي. تمام، يا في الأوضة دي اما هنا برا. تمام، واقول لكم ايه برضو اللي هعمله قبل الشتاء يا جماعة، عشان طبعا احنا داخل علينا الشتاء. هاخد مهدة او اللي هما بيقولوا عليها يا جماعة حبال، هربطها في القايم هنا واخدها على تحت على الماسورة اللي هناك دي. طبعا الماسورة دي ثابتة في مسامير جنبها ساق حديد طالعة. تمام، هشد عليها وهاخد مهدة من الجنب التاني. طبعا انت عايزة تتكسر. تمام، هاخد من القايم ده، شوفوا يا جماعة، من القايم ده كده بالظبط. تمام، هاخد حبل كده، على تحت على الحديد ده، وطبعا دي هنا على الحديد، ودي هاخد مربط حبل على جوه، نعمل اللي في الاخر ده مربط على جوه ومربط على تحت على الحديد. طب انت لا كده يا محمد بتعمل البتاع دي ليه ومش عارف اوي الساري دي؟ يا جماعة انا عندي هنا البيت خلا مفيش حاجة، ان هي محوطة. تمام، العشة مش ثابتة على الارض. العشة دي السنة اللي فاتت في الشتاء اللي فاتت كانت بترفع وتتهبط. طبعا انا جيت طلعت لقيت السقف ده كله كان متشال، والرومي كان يعني بص بصراحة كنت استعوضت ربنا في الرومي، ان اول ما جيت ما لقيتوش، بس حمدت ربنا ان هو كان واقف في دار العشة، كانت دي لسه جوه، فكانوا واقفين تحت، فحمدت ربنا ان هم ما من النوع اللي هم بيطروش او ان هم بيهيجوا او اللي هم بيحبوا العالي. تمام، دي حاجة عجبتني في الرومي ده بالذات يا جماعة، ان هو هادي شوية، مش بيهيج ولا بيتنطط كتير. تمام، طبعا الرومية دي وشها احمر وهتفتح على البيض وهي لسه ريشها منتف، والتانية وشها احمر وباين على التبادلة بتاع ريش ان الديك بيكسرها. تمام، طبعا بقى عايزين لايكات، عايزين كومنتات حلوة. طبعا بقى السمان يا جماعة انا كنت جايب 30 واحدة اول مرة، فاتبقى منهم 10. تمام، فجيت جبت تاني مرة 15، اتبقى منهم 8، البتاع ده اتبقى منهم 10، بعد كده ماتوا 2 بقوا 8، كده اصبح عندي 18 واحدة. طبعا قلبتهم كلهم يا جماعة لقيتهم كلهم نوتي، 18 انتاية. طبعا اصبح هجيب له كله ذكر انتاية من كل 3 نوتي ذكر. تمام، فانا عندي كده 18، 9 و9 18، 9 و9 18. تمام، يبقى عندي لكل 9 نوتي 3 ذكورة، لكل 9 نوتي 3 ذكورة، يعني 3 ذكورة و3 ذكورة، ادي كده 6 ذكور هجيبهم. طبعا ال6 ذكورة الذكر احسبوه ب35 جنيه، يعني هنقول ب30، 5 في 30 ب150، 5 في 30 ب90 و90 180، يعني نقول 200 جنيه، هنقول 200 جنيه للذكورة. تمام، فيبقى اصبح عندنا كم اسرة؟ 6 اسر يا جماعة، 6 اسر، يعني يعتبر قطيع في بدايته حلو، للسمان. طبعا قطيع في بدايته حلو. ايه يا جماعة، لما يبقى عندي 18 انتاية تبيض لي كل يوم على الاقل 15 بيضة، هنقول في 3 ما بيبيضوش او 5 ما بيبيضوش، 13 ل 14 بيضة، الم 3-4 ايام احطهم في الفقاسة. طبعا دي يا جماعة هتبقى حلوة. تمام، لما يطلع له كل 18 يوم او كل كل 3 ايام يطلع لي حوالي 30 او 40 كتكوت، هقدر الم قطيع في خلال شهر، قطيع كبير. تمام، بس هيبقى اعمار وهيبدأ يشتغل اعمار. طبعا السلكات دي ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن، الدور الواحد هيشيل 100. هيشيل صغير، هقول لكم يا جماعه الدور الواحد هيشيل 100، الدور من ده يشيل 100 او 100 يا 100 الا. تمام،
عشان ما اكدبش عليكم، الدور اللي تحت هو اللي هيشيل اكتر من اللي فوق، عشان اللي تحت جاي بوسع اكتر من اللي فوق. تمام. عندكم السلاكه المطوله القديمه بتاعه الارنب اللي هي دي. تمام. دي تشيل يا جماعه 300 كتكوت سمان، بتخش في ال400. تمام. فطبعا استنونا النهارده في كل جديد مع قناه مملكه محمد وطيور الزينه. طبعا انا طولت عليكم الفيديو، بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا احنا مدخلين دورات فراخ، طبعا داخله معانا في شهر 9 ان شاء الله في الشتاء. طبعا انت بتدخلها ده في الشتاء. اقول لكم يا جماعه انا بحب تربيه الشتاء في الكتاكيت عن تربيه الصيف، عشان نسبه الحراره اللي بترفع. طبعا الزباله دي هاخدها الماء كلها تحت، ملهاش لازمه. تمام. وفي شويه كراكيب هنا هاخدها ارميها ومش عارف ايه، لان الحته دي لازم اظبطها قبل الشتاء عشان ما يجيش عليا الشتاء. طبعا الجو برد وكده. طبعا في شوله هنا دي بتاع خشب يا جماعه، دي مخليها للشتاء، الواحد يقعد كده في الشتاء يتدفى. ده كله خشب كده يا جماعه، الواحد يقعد عليه في الشتاء يتدفى. تمام. متنساش بقى اللايك الجميل والكومنت الحلو، يا رب يكون الفيديو نقدر نستفيد منه. طبعا حوض الازوله هنعمله تاني، بس هنعمله على الطريقه اللي انا شفتها في المزرعه، اللي هي جت لي منها الازوله يا جماعه. جت لي مجامله من عند واحد، قال لي خدها وكلها للطيور، شوف الطيور بتاعتك هتستقبلها ولا لا. كده قلت له طب ماشي انا هجرب. طبعا جبتها، الروم كان خايف منها اول يوم، فلقيته تاني يوم كل منها، بس حلو ان هو كل منها. طبعا بقى استنوا مني كل جديد، وكل ما هو جديد مع قناة مملكة محمد ان شاء الله هيبقى موجود. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.